آتي الكلمة الآن إلى جمعية الثقافة الكردية في جنيف. السيدات والسادة الحضور، يشرفني الوقوف أمام هذا المجلس ممثلا للجمعية الثقافية الكردية في جنيف، ومن خلالها لشعب يمتلك إرثا غنيا في التاريخ، اللغة والثقافة. نحن الكرد جزء أصيل من الحضارة الإنسانية، نسهم في تعزيز التنوع الثقافي العالمي بتراثنا الفريد وقيمنا الإنسانية. السيدات والسادة، إن الحفاظ على الهوية والثقافة ليس مجرد خيار، بل هو أساس الاستقرار والتنمية. اللغة الكردية التي تعد من أقدم اللغات الحية ليست فقط وسيلة تواصل، بل هي رمز لحضارتنا وهويتنا وجسر يربط بين ماضينا ومستقبلنا. في جمعية الثقافية الكردية نبذل كل الجهد للحفاظ على هذه الهوية عبر التعليم والفنون والأنشطة الثقافية التي تبقي تراثنا حيا وتبني جسورا للتفاهم مع الثقافات الأخرى. لكن الحفاظ على هذا الإرث يواجه تحديات كبرى، خاصة في ظل الإهمال الدولي للقضية الكردية، وتحديدا في سوريا، حيث تتعرض المدن الكردية للتعريب والتتريك والتهديد المستمر. إن مثل هذه التحديات تجعل دعم المجتمع الدولي ضرورة ملحة للضمان العدالة الثقافية والتعددية. السادة الحضور، للتحقيق ذلك ندعو المجلس والمجتمع الدولي إلى تعزيز التنوع الثقافي عبر سياسات تحترم التعدد اللغوي والثقافي وتضمن الإدماج جميع المكونات. حماية اللغة الكردية باعتبارها جزء من التراث الثقافي العالمي، ومن خلال دعم مبادرات تطويرها وتعليمها، تعزيز التعاون الثقافي الدولي بتوفير منصات للحوار والتبادل بين الشعوب لتحقيق فهم واحترام متبادل. الحضور الكرام، إن صوتنا اليوم يعبر عن دعوة إنسانية شاملة للتعايش والتناغم بين الشعوب، ومن هذا المنبر نؤكد التزامنا بالعمل من أجل عالم يحتضن تنوعه الثقافي دون إقصاء أو التهميش. وفي الختام أشكر الأمم المتحدة على إتاحة هذه المنصة التي تجسد قيم التعددية والشمولية، وأؤكد أن الجمعية الثقافية الكردية ستواصل جهودها لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحماية التراث الثقافي العالمي. وشكرا لإصغائكم. Thank you very much.